تطبيق ابل كاش. لو مني بتستفيد خليك لقناتي مفيد واشترك وهيوصلك مني كل جديد. خليك من اوائل الناس اللي تحمل تطبيق ابل كاش عشان تاخد القرض وتاخد تقييم كويس او تدي تقييم كويس للتطبيق. كل المطلوب منك ان تحمل التطبيق وتعمل تسجيل دخول. بعد ما تعمل تسجيل دخول بيطلب منك صورة سيلفي وصورة البطاقة بتاعت حضرتك. ومعنى انه طلب صورة سيلفي وصورة البطاقة يعني هو هيخش على الصور والفيديوهات، مش هيطلب منك صلاحية الدخول على صور والفيديوهات الا عشان يخش على الصورة السيلفي وصورة البطاقة. وطبعا بعد ما دخل على الصور والفيديوهات فهو شاف كل الداتا اللي عندك. بعد كده بيطلب منك جهات الاتصال، بعد كده المعلومات الشخصية، بعد كده حسابك المصرفي وانت شغال في ايه او ليك وظيفة ثابتة او اي حاجة بحيث انك تقدر تسدد له الفلوس. طبعا ده كله كلام روتيني. وبعد كده تطلب بقى القرض لحد 100,000 جنيه. طبعا كل الكلام ده كلام كدب في كدب. انت اخرك بيديك اسبوع للسداد واخرك بيديك 500 جنيه، ويقولك سدهم لي 800 جنيه او 900 جنيه. وطبعا بعد ما يكون اخد داتا من تليفونك تخليه يطمن ان هو لو هددك بيها هتقدر تدفع له فلوسه عادي جدا. طبعا في ناس بتحط داتا ملهاش اي 30 لازمة، يعني مش خاصة بيها هي، وده حرام طبعا. يعني صور من على الفيسبوك بقى، مش عارف ايه، اي صور من على الانستجرام، من اي حاجة، المهم ان هي كأنها حاجة شخصية بتاعته هو، عشان التطبيق يتخدع وياخد الداتا ديت على اساس ان هي الداتا الخاصة بيه هو فيديه القرض. طبعا دوت حرام وتشهير ببنات تانية او بناس تانية. يعني ايه، ربنا يعافينا ويعافيكم. طبعا كل تطبيقات القروض في مصر بتسحب وبتسرق بياناتك الشخصية عشان تبيعها. لو ما كنتش عارف المعلومات دي وعرفتها من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب. ما تصدقش اي تطبيق لقروض الشخصية في مصر.